السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اليوم باش نعملوا مع بعضنا خبزة جاتو مزيانة وتحفونة واقتصادية وبنة عالمية ما نحكي لكمش. إذا كما قاعدين تشوفوا فيه هونيك عملنا 2 من البيضات، وهونيك عملنا واحدة ساشي من سكر الفانيليا، وحركناهم وخلطناهم في بعضهم إلى أن يتجانسوا بالخلاط الكهربائي، وزدنا عليهم كويس من السكر وزوز كؤوس من الحليب، وكما قاعدين تشوفوا معايا في الفيديو، وزدنا معاهم كيس غربة من الزيت ومغرفة صغرونة قشور الليم، وزدنا حركناهم بالباقي في بعضهم إلى أن يتجانسوا كما واضح عندكم معايا في الفيديو. وهوني عملنا زوز كؤوس من الفارينة، وزدنا خلطناهم بالباهي بهيك الخلاط الكهربائي إلى أن يتجانسوا، ومن بعد عاودنا زدنا زوز كؤوس أخرين من الفارينة وواحدة من خميرة الحلويات كما واضح عندكم في الفيديو، وزدنا خلطناهم بالباهي في بعضهم إلى أن يتجانسوا. إذا هونيك هذاك المقام اللي تحصلنا عليه، أخذينا القالب متاعنا ودهناه بشوية زيت وشوية فارينة بالطبيعة باش ما تلصقناش خبيزة الجاتو متاعنا، وصبينا هذاك الخليط متاعنا في القالب وفضلنا شوية منه باش نزينه به. عملناه بشوية شوكولين وخلطناه بالخلاط الكهربائي وزيناه فوق خبيزة الجاتو متاعنا كما واضح عندكم معايا في الفيديو. وهونيك زدنا دخلنا هذيك خبيز الجاتو متاعنا للفور وطيبناها على 180 درجة. هوني خبيز الجاتو متاعنا طابت وحضرت وريحتها بنينة وتفحفح في الدار كاملة، بنة عالمية ما نحكي لكوش. إذا كما قاعدين تشوفوا فيا ناحية القالب متاعي خبيز الجاتو متاعنا شادة ريحتها من اليمين ومن اليسار بالباهي. وهونيك ذوبنا شوية شوكولا في الميكرووند وزيناها بها من فوق، وزدنا عملنا فوقها هذيك رشيشة الجوز الهند اللي زيدنا بنة على بنة فوق بنتها كما واضح عندكم في الفيديو. وهناك زدت زينتها بذيك اشكعيبات الشوكولاتة الملونين. وهذيك خباز الجاتو متاعنا حاضرة طيبة بنينة ما نحكي لكمش. ان شاء الله تكون الوصفة متاع اليوم عجبتكم، ما تنساوش تحطوا لي هذيك اللايك المزيان التحفوني لكيفكم، وتشتركوا في القناة، ومتبقى كما نقولكم باي يا حلوين.